السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد رضاه نحمدك ربنا ونستعين بك ونستهديك ونسترضيك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسألك يا مولانا أن تبرم لهذه الأمة أمر خير ورشد ونستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
بيده تدبير هذا الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، سبحانه سبحانه. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ونشهد أن سيدنا وسندنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه المقتدى وحبيبه المرتضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واستضاء بنوره، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المذنبة بمخافة الله تعالى والثبات على تقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، كلمة نبوية شريفة نعيش معها هذا اللقاء، وهي كلمة تستحق أن تكتب بماء الذهب، وتستحق أن يضعها كل منا نصب عينيه ونصب قلبه، لأنها كلمة تعلقك بمولاك وخالقك تبارك وتعالى، وتعلقك بهذا الدين الحنيف من غير غلو، من غير إفراط، من غير تشديد. اسمع ماذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان جالسا ذات يوم مع أصحابه وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. والمتنطعون هم الذين يغلون في دين الله، ويريدون أن يصوروا لك أن الحق كله معهم، وأنه لا أحد يمتلك الحق غيره. أولئك تصدق فيهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك، لأن دين الإسلام دين رحب واسع، دين رحب واسع يزدان بالرفق والسماحة وعدم التعسير. كيف لا
وقد نطق البيان النبوي الشريف آمرا دعاة هذه الأمة جميعا بالتيسير. يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. بعثت بالحنيفية السمحة. إذن فهو دين ملؤه السماحة والرفق والتيسير. وكما ينبغي أن نعلم أن من القواعد الكبرى الخمسة التي بنيت عليها أحكام الشريعة في هذا الدين قاعدة عظيمة، هي قولهم: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة مأخوذة من عموم قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. مأخوذة من عموم قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإذا نظرنا في سياق هذه الآيات، الآية الأولى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، جاءت بعد أمر الله بعبادات متنوعة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. أمر بعبادات متنوعة، منها البدني ومنها القلبي، وعبادات متنوعة. وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم ماذا؟ هو اجتباكم، أنتم المؤمنون، أنتم المسلمون مصطفون من الله. أنت أيها المسلم احمد ربك على أنك من هذه الأمة، لأنك قد اصطفاك الله من بين الناس. أمة الإسلام أمة مصطفاة، هو اجتباكم. ثم ماذا؟ ثم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اعبد ربك، اركع واسجد، افعل الخير، جاهد. إذا وجدت حرجا فابحث عما ييسر لك هذه الأشياء وهذه العبادات، ستجده، لأن الله ما جعل من حرج. الآية الثانية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أتت، وهذا المقطع في ختام آية. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر بالوضوء قبل الصلاة. وإن كنتم جنبا فاطهروا، أمر بالغسل من الجنابة. ثم ماذا؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ما فيش مية عشان أتطهر بيها، سواء وضوء أو اغتسال، وانطبقت شروط التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن الوضوء والغسل لم يوجد، هذا رفع الحرج. لم يوجد الماء، لك أن تتيمم. ثم ماذا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. اعلم أن ربك رحيم بك. ربنا مش عايز يعني يعذب أرواحنا أو يعذب أجسادنا
إذا أردنا أن نطيعه أو إذا لجأنا إلى طاعته، وإنما يريدك أن تذهب إلى طاعته وأنت محب وأنت مشتاق وأنت قلبك تملأه العاطفة نحو مولاك. ودي مشكلة كتير مننا بيمر بيها، اللي هو رايح يصلي والهدف الأول عنده إيه؟ رايح يصلي ليه؟ عشان يسقط فرض من عليه. إحنا مش عايزين كده، أو الإسلام لا يريد هذا. الإسلام يريدك أن تدخل تصلي وقلبك يتضرم شوقا إلى لقاء مولاك، قلبك يحترق شوقا إلى قراءة الفاتحة وإلى قراءة القرآن أو سماع القرآن. الإسلام يريدك هكذا. مين اللي حط في أذهاننا إن إحنا نذهب إلى الصلاة لنؤدي الفروض فقط؟ أولئك الذين يغلون في دينهم، أولئك الذين تهمهم المظاهر أكثر ما تهمهم القلوب. القلوب يا عباد الله أهم بكثير من المظاهر. أن أدخل أخي المسلم المسجد وهو يحب ذلك وهو يقبل على ذلك أفضل مليون مرة من أن يدخل لمجرد أن يسقط فرضا من عليه. ولذلك يأتي هذا النهي الإلهي لأهل الكتاب في سياقه، ولكنه عام لكل إنسان، ونحن أولى أن نمتثل هذا النهي. يقول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم، اجعلوا الدين سائقا إلى الله برفق، اجعلوا الدين يذهب بكم إلى الله وأنتم تحبون ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو أصحابه كان رقيقا رفيقا لينا هينا، كان رقيقا رفيقا لينا هينا، لم يكن يجبر أحدا على أن يفعل، وإنما كان الصحابة حين يرونه يفعل شيئا يتسارعون إلى أن يمتثلوا هذا الأمر. لماذا؟ لأنه ساقهم بوازع الحب. ولذلك ربنا قال إيه؟ شوفوا الآية دي لازم نتأملها. قل إن كنتم تحبون الله تحبون. إيه هو الحب يا أهل الخير؟ هل الحب؟ الناس كتير يقول لك الحب هو إنك تتبع. لا، الحب نتيجة من نتائجه إنك تتبع. النتيجة إنك تتبع وتكون مقتدي برسول الله، إنك تتبع الأوامر الإلهية. لكن الحب هو إيه؟ هو عاطفة في قلبك نحو مولاك، عاطفة تسوقك إلى الصلاة، عاطفة تسوقك إلى أن تدخل المسجد، عاطفة تسوقك إلى أن تنفق في سبيل الله، عاطفة تسوقك إلى أن تقرأ القرآن، عاطفة تسوقك إلى أن تسمع العلم. والنتيجة بتاعت العاطفة دي إيه؟ أن تتبع، أن تسمع وتمتثل. لكن مش الحب هو الاتباع، لا، الحب. ولذلك يعني هذا الخطأ يجعل كثيرا منا لا يتحلى بهذا الحب. حبك لله، حبك لله ينبغي أن يبدأ بعاطفة تحترق وتتضرم نار شوق في قلبك إلى الله. ولذلك الحديث اللي احنا حافظينه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
من أحب لقاء الله أحبه إزاي؟ يعني في قلبه عاطفة تجعله يريد أن يلقى الله. الحديث اللي احنا حافظينه برضو، المرء مع من أحب. الراجل اللي جه سيدنا النبي وقال له متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال له ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة، ولكني أعددت لها إيه؟ حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال له رسول الله المرء مع من أحب. يعني إيه أعد لها حب الله ورسوله؟ هذه العاطفة التي تجعله يحترق شوقا إلى لقاء الله، تجعله يحترق شوقا، تجعله وهو ذاهب إلى الصلاة لا يفكر إلا في مولاه وخالقه، تجعله والإمام يصلي يقول صلوا صلاة مودع، يزيل كل شيء من رأسه ومن قلبه، ولا يضع في قلبه إلا أنه قد يلقى الله وهو يصلي، قد يلقى الله وهو على مصلى الصلاة. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي غاب عنا كثيرا، وسبب غيابه ذلك الغلو، ذلك التشدد، تقديم الدين بطريقة تهتم بالظاهر ولا تهتم بالقلوب. هذا التقديم للدين لن يصلح أنفسنا، لن يصلح نفوسنا، وإنما الذي سيصلح نفوسنا أن نقدم الدين، أو أن يقدم لنا الدين مزيجا من الرفق والسماحة والتيسير والمحبة وطهارة القلب. ثم بعد ذلك يطلب منك أن تفعل أي شيء من عبادة الله إذا قدمت ذلك كله، إذا قدمت الرفق واليسر والسماحة ومحبة الله ومحبة رسول الله، إذا طلبت منك أن تفعل أي شيء تجاه الله وتجاه رسول الله لن تتردد لحظة. وهذا كان حال صحابة رسول الله. كنت أتحدث في درس السبت الماضي عن قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأن سبب هذه الآية أو سبب نزولها مع الآية التي قبلها، الآية اللي هي بيقول فيها ربنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية لما نزلت جاء الصحابة إلى رسول الله وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله هلكنا، هذا ما لا نطيق يا رسول الله. لأن ربنا بيقول لهم أنا حاسبكم على ما تخفونه وما تبدونه، كله هتتحاسبوا عليه، حتى لو فكرت في حاجة في نفسك هتتحاسب عليه. صعبة قوي دي. جاءوا يقولون لرسول الله هذا ما لا نطيق، فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. زعلوا منه ومشوا، زعلوا منه ومشوا وقالوا له لا ما ينفعش معانا الكلام ده. هو لو ناس في عصرنا دلوقتي ممكن يعملوا كده. لا انت ايه اللي بتقوله لنا ده؟ احنا بنقول لك ما مش طايقين احنا الايه دي تقول لنا قولوا سمعنا واطعنا. لا، الصحابه على طول امتثال مباشر، سمعنا واطعنا. ولذلك مدحهم ربنا في الايه اللي بعدها وخفف عنهم في الايه اللي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وخفف عليهم في الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إحنا لو حصل لنا الموقف ده دلوقتي شوفوا هنعمل إيه؟ وإيه الفرق اللي خلى الصحابة يعملوا كده وإحنا هنعمل الناحية الثانية؟ هو الحب. إنه الحب يا عباد الله، حبك لله وحبك لرسول الله، تلك العاطفة التي تسوقك إلى السمع والطاعة. العاطفة عاطفة حبك لله وحبك لرسول الله هي التي تسوقك
للسمع والطاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد المرسلين وخير المؤمنين، وقائد الغر المحجلين، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمما حفظناه في الصف الرابع الابتدائي على ما أذكر، كان هناك درس في كتاب اللغة العربية يقرأ علينا، وأنا حفظت قطعة من هذا الدرس، حفظتها عن ظهر قلب ولم أنسها يوما. هذه القطعة تتحدث عن الصداقة، والصداقة مأخوذة من الصدق، فالصديق هو من يصدقك. الصديق هو من يصدقك في الصحبة، في العشرة، في المعاملة. القطعة الأول يقول فيها الكاتب: الصداقة إحدى ضروريات الحياة، وهي خير مكاسب الدنيا، فيجب أن نحرص على اختيار الأصدقاء، نختار الأخيار ونبتعد عن الأشرار. كنا نحفظ هذا الكلام في الصف الرابع الابتدائي. أنا لا أعلم هل هذا الكلام ما زال موجودا أم لا، ولكن هذا ما ينبغي أن نعلمه لأولادنا، وهذا ما ينبغي أن نتخذه شعارا لنا، أن الصداقة ضرورة من ضروريات الحياة. لكننا ونحن نختار أصدقاءنا ينبغي أن نحرص على أن ننتقي، لأن الصديق يجر صديقه إما إلى الخير وإما إلى الشر. أيضا كان تدرس لنا قصيدة الشاعر العباسي صالح بن عبد القدوس التي تتحدث عن اختيار الصديق، كانت تدرس لنا في الصف الخامس على ما أذكر. يقول فيها: اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يسين حرا يصحب، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. كنا ندرس هذا وأنا أذكره منذ درسته في المرحلة الابتدائية. فالصداقة شيء مهم، شيء ضروري، ويجب ونحن نتعامل مع أولادنا يجب أن نعرف أصدقاءهم ونعرف من يصاحبون، لأننا إذا عرفنا من يصاحبون سنعرف كيف يعيش أبناؤنا وكيف يتربون وكيف يتخلقون. عن المرء لا تسأل وسل عن خليله، إن القرين بالمقارن يقتدي. فالصاحب كما يقول العرب ساحب، إما ساحب إلى الخير وإما ساحب إلى الشر. فاختر أصدقائك أيها الشاب، أيها الرجل، أيها الولد الصغير. اختر أصدقائك، اختر من يعينونك على فعل الخير، وابتعد من يسهمون أو يعينون
في فعل الشر، ابتعد عنهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فالصديق الصالح ضرورة ملحة في هذا الوقت. اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ليختر كل منا من يصاحبه ومن يصادقه. فالصديق كما قلت مأخوذ من الصدق، صديقك هو الذي يصدقك ويدلك على الخير ويمنعك عن الشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين على الدوام. وأنوه في ختام هذا اللقاء إلى أننا عدنا إلى دروس تحفيظ القرآن في هذا المسجد. كانت الدروس يعني يوم السبت والاثنين والأربعاء، وكنت أنا الذي أتولى هذا. جاء فضيلة الشيخ أحمد، وإن شاء الله الدروس ستكون في كل الأسبوع. الشيخ أحمد معنا الأحد والثلاثاء والخميس من بعد صلاة العصر، والعبد الفقير معكم السبت والاثنين والأربعاء من بعد صلاة العصر أو من الساعة 6. فإن شاء الله يكون تحفيظ القرآن موجود في المسجد على مدار أيام الأسبوع. فمن أراد أن يلحق أبنائه بدروس التحفيظ فله ذلك وله الثواب الجزيل، لأننا إذا وضعنا أبناءنا في طريق القرآن وفي طريق الله إنما نطبق نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والتي قال فيها أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنضل ضلالا بعيدا. لا تدع لنا يا ربنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وأخزيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل نحره في كيده، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى ما يريد يا أكرم الأكرمين. وفق اللهم ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة رسولك، أعنهم على ذلك بالبطانة الصالحة يا رب العالمين. وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه يا كريم. اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.